السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجاة ياسين، رئيس رابطة الإبداع العربي ببلجيكا ببروكسل. أعتذر عن التأخير لأن ليس من عادتي أن أكون متأخرة، ولكني لتوي جاية أو آتية من رفح سوري. وهو أصلا فرح. هو أصلا فرح. كان لي هنا زيارة بمصر من أسبوع، لكن بالمواكبة كانت لي دعوة من طرف اتحاد كتاب فلسطينيين، من طرف الروائي الصديق غريب عسقلاني. للأسف وأنا اليوم في الحدود رفضوا أن ندخل. صعب جدا، كان حلم قريب لكنه لا زال يتأجل. لا أدري ما هو أثر الثورة. رفضنا كثيرا أن ننزل إلى فلسطين وأن تكون التأشيرة الإسرائيلية بحكمي عندي جواز أوروبي، أن تكون التأشيرة الإسرائيلية على جواز سفري. وعندما قلت بأن ثورة 25 يناير ستغير الأشياء كثيرة، قبلت الدعوة ونسيت بكل أمل إنني سأعبر. للأسف لا زال الحلم مؤجل. قصيدة كنت أنوي أن أقول قصيدة أخرى، لكن القصيدة التي سأشارككم إياها، اعذروني، هي قصيدة من العاطفة غير منقحة. قصيدة قلتها في ال5 ساعات وأنا راجعة الآن، لسه وصلة الساعة 8، راجعة من غزة وأنا أرى حدود غزة الفلسطينية ومحرومة من الدخول إليها. فاعذروني لأن ستكون نوع من الانفعال، لأني لازلت تحت وقع الألم. في ذلك الوقت والشرطة الفلسطينية والشرطة المصرية تعتذر بألم. وجدت إنسانة فلسطينية سمعت نقاشي مع السلطة التي منعتني، المصرية التي منعتني، راحت تجري إلى رفح الفلسطينية المعبر، حملت لي العيش تبع غزة وشيء من الزعتر حتى تبقى عندي ذكرى. وأنا كانت عندي قلادة من الفضة فيها في صدري صورة القدس. حملت القلادة وأعطيتها لها وقلت لها اسمها أسماء، وقلت لها يا أسماء، هي أمانة عندك، يوم أدخل أعيدي لي الأمانة. والقصيدة جاءت من هذه. الطريق إلى غزة. أسماء في المعبر في الجانب الآخر تكسر القيد، تتحدى القدر. بعد محاولة أولى، ثانية، ثالثة، تجتاز المعبر، تجدني أحمل حسرتي بين ضلوعي، أطلق صرخة من تلك السجون. شرطة الحدود عن العبور منعوني. بيني وبين غزة أفق أزرق وشجر زيتوني وحلم مؤجل. أعانق أسماء خارج الحدود، وبيني وبين أهلها جدران وعسكر. قلادة عليها صورة القدس الشريف ترصع هذا الصدر، صدر يهتز لآهات ألم وجع وقهر. أنظر إلى أسماء والدمع في مآقين قد تحجر. أحمل القلادة أهديها لفتاة فلسطين تزين صدرها العطر. أقول أسماء بنت بلد الحر، أسماء بنت بلد الحر، قلادتي هي عندك أمانة. إن منعوني اليوم فالغد قريب.
والفجر قريب. سأعبر وربي سأعبر إلى فلسطين، هي أمانة في عنقك يوم يتحقق الحلم. السعيد قلادة قدسنا الشريف، عبرات في العيون، أنا وأسماء نتعانق. تعود أسماء لتعبر وأعود إلى بروكسل، وقلبي يعتصر بالألم والقهر. أسماء لا تحزني، سنمسح العبرات على أمل اللقاء. أسماء لا تحزني، سنمسح العبرات على أمل اللقاء، حيث ينتظرنا الحلم المؤجل. القلادة أمانة حتى يلاقينا القدر من قلب عربي حرموه تقبيل تراب فلسطين. يعود بالحزن والحسرة قد انفطر. سلاما أسماء، سلاما أسماء، سلاما لكل فلسطيني حر، سلام لرفح يوم تتحدى العالم، ومن خلالها إلى أرضنا المغتصبة نعبر. سلام سلام. راحت أسماء، رجعت أنا، راحت أسماء، رجعت أنا. الحلم المؤجل، راحت أسماء، رجعت أنا، لكن الحلم المؤجل أصبح اليوم أكبر، أصبح اليوم أكبر. وشكرا.